كنساء عربيات وكرديات نطالب بمنح القائد عبد الله أوجلان حق الأمل كحق شرعي، إلى أن تركيا تتجاهل القوانين الدولية، وهذا الحق باعتقال القائد عبد الله أوجلان في تركيا منذ 26 عاما، مع أن تركيا تتبنى قانون الحق بالأمل الذي يمنح المعتقل المحكوم بالمؤيد حق المطالبة بالإفراج عنه بعد فترة محدودة. مع ذلك إلى أن تركيا تحرم القائد عبد الله أوجلان الاستفادة منه رغم أنه حقق الشروط المطلوبة. فنحن نساء نريد من المنظمات الدولية بمعاقبة الدولة التركية التي تخلق القوانين والمواثيق، ويجب أن يطبق هذا القانون على جميع المعتقلين، لأنه مبدأ رئيسي في القانون الدولي لضمان العدالة في أقرب وقت لحق القائد عبد الله أوجلان، وأن تمنحه الحرية الجسدية في ظل الصمت الدولي المريب. فلذلك يتطلب منا بذل مجهود لأجل القائد من خلال استمرارية الفعاليات وحملات التوقيع، لأنه أمر ضروري للغاية، لأنها ستجبر دولة الاحتلال التركية على الخضوع للمطالبة، خاصة أنها قانونية بحد ذاتها. مع تحياتنا الثورية. لا حياة بدون القائد.